الأستاذ تامر أمين في غير حاجة للتعريف، وهو أشهر من أن يعرف. مساء الخير يا تامر. مساء الخير يا ولد. أخبارك إيه؟ زي الفل. زي الفل الحمد لله. إيه القناة بتاعتكم دي سدنها ليه؟ هي سدنها فعلا. شوف أنا طبعا يعني في الحاجات الفنية والتقنية ما فهمش قوي. لما لقيت الشارع اتقطعت يوم الاثنين أعتقد، امبارح أول امبارح يوم الأحد، سألت فقالوا إن في مشاكل فنية مع النايل سات. فما فهمتش يعني ايه فنيه، في مشكله في التردد في الموجه. انت عارف ان في حوالي 11 او 12 قناه من حوالي شهر غيروا الموجه والتردد. ففهمت ان ده يمكن بسبب الموجه الجديده وبيعملوا فاين تيوننج والكلام التقني ده. ثم اكتشفت النهارده الصبحيه ان لا، النايل سات لما كلمت لينا بعض المصادر في النايل سات قالوا ان اداره القناه عليها فلوس للنايل سات، والفلوس دي متاخرات، فبالتالي قطعنا الشاره لحين سداد الفلوس. فقلت لهم يا جماعه يعني على عيني وراسي، بس يعني هل الموضوع بالشوكه والسكينه قوي كده؟ يعني شهر بيتاخر، في قنوات تانية عليها فلوس، المعلن انه لا وكله بيسدد في ميعاده، بس انا عارف ان في قنوات تانية عليها فلوس. ايه السبب في هذا الحسم السريع في قطع الشاره؟ مش عارف، لكن بيقولوا ان الموضوع ده هيتحل اخر الاسبوع، وان الموضوع هيرجع لسابق عهده يعني ابتداء من يوم السبت، والله اعلم. فرصه عشان نشوفك بيني وبينك يعني. انا النهارده قلت لهم ما ترجعوش الشارع عشان اطلع من الاستوديو. دلوقتي يعني يعني مش هنقعد نتكلم كل يوم في كلام هو في اللي بيحدث ده الحاجه التانية، انما انا عايز اقول حاجه بس، كم ملاحظه صغيره يا تامر. اتفضل. احنا مش بنتكلم انت ضيف هنا، احنا بنتكلم بندردش يعني طبعا. في كم ملاحظه. يعني انا كنت بقول من شويه الملاحظه الاولانيه ان احنا الاحداث المهمه جدا بتتراجع بسرعه جدا عندنا. يعني الحدث ما يقعدش حدث راي عام اكتر من 6 ساعات 8 ساعات يوم ويختشي، والاحداث اللي ملهاش لازمه بتقعد هي بتاخد سقفها. تصور موضوع المجمع العلمي ده ما حدش بيتكلم عنه النهارده، وامبارح قالوا لا ما الحمد لله اسكتوا مش لقينا نسخه ثانيه خلاص. هتصدقني لو قلت لك ان ده في كثير من الاحيان بيبقى مطلوب، مش مطلوب للدوله، مطلوب اللي بيعمل كده. المطلوب ان الاحداث المهمه اللي توقف البلد على رجلها ما تاخدش حيز كبير وما تستمرش لفتره طويله، وان كل ما له علاقه بالفوضى وكل ما له علاقه بالبلبله وكل ما له علاقه ان احنا نرجع لمنظر اللا دوله هو المفروض نتكلم فيه كل يوم. من الذي صنع هذا المفروض؟ خليني برضو علشان ابقى امين في الرصد والتقييم، وانا هنا شويه مش مذيع فممكن اتحلل بين حياديه وموضوعيه المذيع يعني. لا مذيع برضو طيب مش هتكلم. جزء منه عشوائي كان انعكاس للحاله العشوائيه اللي احنا بنعيشها من بعد الثوره، وجزء منه مغرض وما اقدرش استبعد بعض او كثير. يعني في غرض يعني طبعا، وفي اطراف داخله فيها طبعا. واللي ما يشوفش ده يبقى بيتعامى. اللي ما يشوفش الغربال يبقى اعمى. لا بس الاعمى انا اديله مبرر لانه ما بيشوفش، لكن اللي بيتعامى ما اديلوش مبرر، اللي قدامه الحقيقه وما بيشوفهاش او مش عايز يشوفها. وده مش معنى ان احنا بنقول كلام ضد الثوره او كلام ضد الديمقراطيه والحريه والحاجات الرائعه اللي كلنا فرحنا بيها لما حصلت يوم 25 يناير. بس ما فيش حاجه في الدنيا بلا اخطاء، وما فيش حاجه في الدنيا لا شيطانه كامله ولا ملائكيه كامله. الثوره ليها يعني مزايا وانجازات رائعه، بس اخطات في حاجات، واحنا كمواطنين بنخطئ في حاجات. والمجلس العسكري مع احترامنا، احنا دلوقتي بنتكلم على ادارته السياسيه مش على القوات المسلحه، لان هذا الخلط انا ضده. لا احد يجرؤ انه يتكلم عن المؤسسه العسكريه، المؤسسه العسكريه دي شرفنا، فما احبش حد يقول الجيش بيعمل. الجيش ما بيعملش حاجه، الجيش بيحمي الوطن وهو صاحب نصر اكتوبر وهو اللي بيعمل وبيشتغل في السلام وفي الحرب وفي كل الاحوال له منا التعظيم والسلام. لكن المجلس العسكري هم ناس احنا اوكلنا لهم مسؤوليه ادارتنا سياسيا، والاداره السياسيه لها ما لها وعليها ما عليها، نختلف عليها ونتفق فيها. كل واحد اخطا، وانا شايف ان اللي بيحصل في مصر هذه الايام هو نتيجه اخطاء كل الاطراف، منهم الاغلبيه الصامته التي لا يجب ان تصمت، ومنها الثوار اللي للاسف الشديد بيرتكبوا في بعض الاحيان نفس خطايا النظام السابق في فكره انا ومن بعد الطوفان، انا رايي صح ومحدش يقدر ديكتاتوريه الراي، ديكتاتوريه الراي السائد. ان طالما انا منهجي كسب يبقى انا الصح. انا الصح بس اقوم. انا رايي ان واحد من الاخطاء، انتوا برضه عندكم دبابه في الاستوري زي عندنا. لا ده راكور. ده عقده ده.
انا رايي الشخصي ان واحده من الاشياء اللي مش مخليانا نحط رجلين على ارض ثابته وننطلق، ان الثوره، اي ثوره، انا حتى يعني شويه بقرا في العلوم السياسيه، اي ثوره في الدنيا ليها شكلين. الشكل الاول انها تبقى ثوره راسيه ثم تنزل القاعده، يعني يبقى في راس، ابراهيم حجازي قرر ان هو يثور على الاوضاع فجمع معاه مجموعه من الناس وقاموا بثوره، فالشعب احتضن هذه الثوره وتبنى راي ابراهيم حجازي ومن معه، فبقت ثوره كامله. كويس؟ وده اللي ما حصلش عندنا، اللي حصل 52 ان مجموعه من الضباط شافوا ان كذا 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 فعملوا كذا، فالشعب حب اللي عملوه فبقت ثوره 52. المره دي العكس، الثوره الشكل الثاني من الثورات انها تبدا قاعديه زي ما بدات عندنا ثوره شعبيه ثم تنتخب لها راسا، وهذا ما لم يحدث في مصر. هندخل في المشاكل لو نقول انتخابات، هيبقى في مشاكل بقى. مش مهم انتخابات، بس ما ينفعش 10 مليون نزلوا ميدان التحرير وباقي ميادين الجمهوريه في يوم 25 يناير ل 11 فبراير يفضلوا هم ال 10 مليون اللي بيديروا البلد. لا، ما فيش ميدان بيحكم، هو الميدان قوه ضغط. هي دي الفكره. كان لازم عند نجاح الثوره يوم 11 فبراير يوم ان تنحى الرئيس السابق يبقى في حد يتكلم باسم الثوره، يبقى في مجلس قياده الثوره، يبقى في امناء للثوره، علشان لما يجي المجلس العسكري يخطئ فيتقال له انت بتعمل كذا. لكن كل السيناريوهات اللي احنا بنشوفها، المجلس العسكري يقعد مع ناس يقول لك احنا لا نتحدث باسم الثوره، عصام شرف يقعد مع ناس يقول لك احنا لا نتحدث باسم الثوره، الجنزوري يقعد مع ناس يقولوا له في النهايه احنا مش بنتكلم عن ميدان التحرير. طيب نتكلم مع مين؟ عارف الفيلم بتاع بحب اكلم شعب مصر اكلم مين؟ فدي خطأ كبير. وانا لا اعفي ايضا الحقيقه المجلس العسكري، مع احترامي، انا بكلم المجلس العسكري ولا اتكلم عن القوات المسلحه، لا اعفيه من مسؤوليه ما يحدث، لان انا كمواطن عندي علامات استفهام ومحتاج حد يرد لي عليها. انا دلوقتي بقى لا بتاع ميدان ولا العباسيه ولا التحرير ولا رمسيس ولا القبه ولا بتاع، انا مواطن قاعد في البيت عايز اشتغل وعايز امان واستقرار و جاوب لي على الاسئله. ما ينفعش في كل موقعه من المواقع الكثيره اللي شفناها، موقعه الجمل وموقعه المسبيرو وموقعه الحواوشي وموقعه العباسيه وموقعه محمد محمود وموقعه القصر العيني، كل المواقع يتردد نفس الكلام بلا اجابات. كل مره هناك ايادي خفيه. ما هو الخفي ده يبقى مره، يبقى مرتين، لكن ما ينفعش يفضل طول العمر معانا لهو خفي وخلاص بقينا متاقلمين معاه. وبعدين لما يتقال عندي مستندات وعندي ادله وعندي تمويل خارجي وعندي اصابع داخليه وما طلعهاش، لازم ابتدي اشك فيك غصب عني. انا هنا بتكلم بمنطق مواطن عادي، انا قاعد في بيتي. الانسان اللي عايز يفهم ويطمن على بلده، ما عنديش اي مصالح ولا اغراض. زي ما هنا بيتقال ان لا المجلس العسكري خاين ومتواطئ وكذا وكذا وكذا، طيب انا محتاج هنا دليل. وزي ما المجلس العسكري بيقول لا مش دول الثوار اللي عملوا الثوره المحترمه، ومش دول الناس اللي بيتعاونوا معانا، ومش دي الفئه اللي يجب ان تسود في الشارع المصري، فئه البلطجيه وفئه المخربين وكذا. طب ما برضه اديني دليل. الناس اللي اتقبض عليهم في مسبيرو، والناس اللي اتقبض عليهم في محمد محمود، والناس اللي اتقبض عليهم اخيرا في القصر العيني، ايا كان، مش في الولاد دول اتمسكوا وبقى لهم 3-4 ايام. اللي اتمسكوا دول ما نعرفش نقررهم، نعرف مين. ما هات لنا يا اميره نظره، ما تجيب لنا صوره، ما هنشوف اعتراف، عندنا حاجات فيها اعترافات كده. يقول لك احنا بعض الكلام بيتقال ان الشباب اعترفوا ان هم حد مولهم ودفع لهم عشان يحرقوا. حد دي يعني ايه؟ ما تطلع الحد، هل الحد ده اكبر من الدوله المصريه التي تسقط الان؟ يعني احنا خايفين على مين او قلقانين من اعلان اسماء مين عشان ايه؟ هو ده اللي انا بفكر فيه. فبيني وبينك انا عاذر مجموعه الثوار والشباب في ان عشان تغير قناعاتي اثبت لي العكس. يعني انا عشان افكر، احنا بنعمل حوار، عشان اقنعك لازم اديك اثبات، ولا هقول لك بس بما اني تامر امين وانت بتحبني يا استاذ ابراهيم فصدقني؟ مفيش كده، ده كلام ساذج. فعلشان اي طرف من الطرفين يغير قناعات الاخر ويستقطبه الى صفه، اقنعه وافهمه ان اللي انت فاهمه غلط وانا عندي الدليل ان ده صح. لكن كلام عايم عشوائي من هنا ومن هنا لا. وبعدين خد بالك ان في اشكاليه اخرى كبيره، وهقول لك حاجه يمكن تفسر شويه الناس اللي خلطه ما بين الثوار والبلطجيه، او اللي بيخربوا دلوقتي واللي حرقوا المجمع العلمي واللي بيكسروا طوب ومش عارف ايه والثوار. ودايما في الاعلام بيتقال ان لا الثوار الشرفاء حاجه ودول حاجه. الاثنين كانوا موجودين في ميدان التحرير في 25 يناير كله. بس بما ان العدد الاكبر كان من الشعب المصري المحترم كان محتوي دول في حضنه. انا كان معايا شباب من ميدان التحرير كان بيقولوا لي
كان بيبقى جنبي الولد ده وعايز يمسك مش عارف ايه ومعاه المولوتوف وعايز يرمي ايه، واحنا اللي كنا بنمنعه. بنقول له لا، ثورتنا سلميه وبالشكل ده هنخسر اهدافنا المحترمه، هنعمل كذا هنعمل كذا. فكانوا بيلتزموا. لما معظم هؤلاء الشباب المحترم رجع البيت لانه خلاص اقتنع انه ادى ما عليه في الشارع، والان الشغل بقى في المصنع والشركه والغيط وي 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 عشان البلد تتبني، ما بقاش في الشارع غير دول اللي هم اصلا للاسف انا اسف اقول ان هم اطفال شوارع. واللي احنا كنا بنقوله فاكر من 10 سنين انه اطفال شوارع، طفل الشوارع ما بيفضلش طفل، ما يكبر طفل الشارع بيبلغ وبيبقى رجل شارع. فتحولنا الى عندنا قنبله موقوته في قنبله موقوته اسمها مجتمع شوارع. وده لازم نفهمه كويس جدا جدا عندما نتعامل مع الشعب المصري بتركيباته. في شاب وفي عاطلين وفي ناس منتجه وفي ناس محترمه وفي ناس نص نص، وفي مجتمع انا في رايي الشخصي انه يعني ربما يزيد عن 2-3 مليون شخص. عارف عملوا ايه في امريكا اليوم دول؟ امريكا في الفتره بتاعت ايام الصراع بتاع الغرب والشرق والصراع والحرب البارده والكلام ده كله، وكان الصراع ده اهم ملامحه الرياضه لان كانت هي اللي بتعمل الدعايه. مظبوط. فالامريكان لقيوا دول عاملين لهم مشكله كبيره جدا، فابتدوا ياخدوهم هم كل ولاد الشارع، عملوا مشروع لاولاد الشوارع ودخلوهم وابتدوا يعمل منه بطل. ما ده فاضي بقى، ما عندوش اي حاجه خالص، فابتدى يدربوا ياخدوا 6 ساعات قعدوا بتاع ده. امريكا بعد 5 أو 6 سنين من هذا المشروع يعني قفزت قفزه هائله جدا بقى، وظهر كل الملاكمين اللي شايفينهم، وظهر كل بتاع كره السله، وظهر كل بتوع العاب القوه، وظهر كان كلهم السمر يعني، وظهروا كل دول. فاستطاع ان يحول مشروع اطفال الشوارع ده الى مشروع رياضي عظيم. احنا في مصر كان عندنا منتخب الجمباز في اواخر الاربعينيات من الاحداث، كان كله من الاحداث. يا سلام. ايوه احنا كنا يعني الرياضه ايام ما كانت تبع الشؤون الاجتماعيه وكانت بتدار على هامش اي حاجه، يعني في السكه كده بيخدموها، كنا فاهمين يعني ايه الرياضه. احنا مش عارفين حاجه عن الرياضه دلوقتي. وعلى اي حال احنا هنكلم اخونا المسؤول عن الرياضه، لان الرياضه هتحل لنا 3/4 الالغاز اللي سيادتك بتتكلم عليها. في اعترافات كده هنشوفها كده مع بعض. اتفضل. عندك كم سنة يا محمد؟ أنا عندي 18 سنة يا باشا. شغال إيه؟ شغال نجار مسلح يا باشا. ساكن فين؟ ساكن المعصرة، حلوان المعصرة. بتقول إيه؟ أنا باشا قابلت واحد اداني 200 جنيه يا باشا، قعدت معاه 3 أيام، ولا أديك 200 جنيه زيهم بس تقعد معايا. أنت قابلته فين دلوقتي؟ لا قابلته في ميدان التحرير يا باشا، في الخيم. في الخيم هناك موجودة هناك؟ يا باشا. اسمه إيه؟ اسمه محمد شعبان. بس محمد شعبان إيه ما أعرفش. شكله إيه؟ هو شيخ طويل كده ومربي دقن ولابس جلابية وبرنيطة يا باشا. جابك شبك في ميدان التحرير يعني؟ يا باشا. قال لك إيه؟ قال لي تقعد معايا، قعدت معاه 3 أيام يا باشا، اداني 200 جنيه. تمام. 200 جنيه يا باشا، ما اعرفش ما اعرفش اروحوا فين يا باشا بصراحة. ازاي راحوا فين ازاي؟ جبت لهم اكل وجبت لهم شرب وكانوا ممكننيش يا باشا حتى. كانوا اداني 200 جنيه وديه وبيسيبني وبيمشي. طب وداك الفلوس دي ليه؟ هو قال لي انت خليك معانا المعتصمين. تعمل ايه يعني؟ انا خليك معانا تقف معانا، وعمل خيمة هناك يا باشا وكل حاجة هناك يا باشا والله. طب هو طلب منك تشترك في حاجة؟ ازاي يا باشا؟ يعني طلب منك تشترك مثلا في اعتصام، تشترك في تضرب قوات، تضرب اي حاجة؟ ايوه يا باشا. قال لك ايه؟ قال لي نعمل مركزي نخش عليهم نضربهم وبتاع بالطوب وكل حاجة يا باشا. انت اصلا شغال ايه؟ شغال نجار مسلح. نجار مسلح. في حاجة تانية؟ في حد تاني قابلك في الميدان وطلب منك حاجة تانية؟ لا يا باشا. طب انت شفت حد في الميدان كان بيعمل حاجة؟ زي ايه؟ يعني بيوزع فلوس، بيكلم حد، بيجيب ناس؟ في ناس كتير قوي يا باشا، وبتاع براشيم وكله يا باشا. يعني بيوزعوا لكم برشام؟ ايوه يا باشا. بس انا ما بشوفش الصور الحمد لله. شوف الصور؟ الحمد لله يا باشا. ما تشوفهمش ليه؟ ايه؟ ما بتشوفهمش ليه؟ انا ما بشوفش الصور. ليه؟
بقول لك الرشيش السيارة. أنا أشوف واحد بيوزع براشيم وحشيش كل حاجة. كنت تعرف حد من اللي بيوزعوا البراشيم والحشيش ديت؟ أنا شفت واحد بس ما افتكروش قوي يا باشا. لو شفت دلوقتي ممكن أعرفه. طب هو حد فيهم طلب منكم حاجة تانية غير الاعتصام أنا اعتصام بس يا باشا بس. طب اسمك ايه؟ أحمد. طيب انت يعني انت ده على المنوال ده المؤكد ان في مقاولين. بس صدقني انا اسف للمقاطعه يا زبير، بس والله يعني مع ان احنا زي ما بيقولوا كده هم يضحك وهم يبكي، بس والله صعبان عليا الواد ده. ما هو مضحوك عليه يعني ده مبلبع مجني عليه ومبرشم. وانا متاكد ان هو مش حاسس لا باللي بيقوله ولا اللي بيعمله، وان ال 100 جنيه او ال 200 جنيه اللي خدهم او اللي بيقول ان هو خدهم دول هم بالنسبه له هم الحياه، لان هو متهيألي اول مره اشوف 200 جنيه مقفوله، ورقه مقفوله ب 200 جنيه. وانا معتقد بالقاعده اللي بتقول ليس على المريض حرج، يعني ده مريض وكلنا اجرمنا في حقه. وعلى فكره واحد من مشاكل النظام السابق انه ما حسسناش ان دول مرضى عندهم مشاكل في المجتمع، اللي هو اطفال الشوارع او مجتمع الشوارع ده، ان هم دول مرضى علينا ان احنا نحتويهم، وواجب علينا ان احنا يعني نضمهم في المجتمع ونشوف لهم بقى منفذ رياضي، نشوف لهم منفذ تعليمي، نشوف لهم منفذ ايوائي، اي منفذ في الدنيا في حلول يعيد ادماجهم في المجتمع. كان بيخوفنا منهم بس كان يقول لك اوعى ده دول فيهم البلطجيه والحراميه وكذا، ولو عايزين البلد تستقر يبقوا لازم نبعدهم ونقصيهم. واحنا كنا بنربي وحوش الوحش اللي دلوقتي بيلتهبنا. هي دي المشكله. نتعامل معاهم ازاي؟ انا قلت ان الثوار المحترمين والناس اللي خايفه على البلد، احنا ما بنقولش ان كل اللي في الشارع وحش، بس هم بيقعدوا شويه يرجعوا خطوتين ورا بس عشان ابينهم وهم مش هينزلوا ساعتها، يعني هم ساعتها مش هم بينزلوا في ظل دولت يعني. هي دي الفكره. وحتى الناس دول اللي يتقبض عليهم دول لازم يتعالجوا. بس انا عايز اقول ايه، دول بيفكروني زي لعيب الكوره اللي ما انا ما اهتمتش بيه وهو صغير، فكان موهبه فطلع فبقى نجم النجوم في المنتخب، ولا ما يتعلم نظام ولا التزام صحيح. ولا سلوك. انا حاسبه عليه، انا اللي ده هو مجني عليه. انا المدان. احنا دلوقتي كان في نقطه، بس كان في اعتصام النهارده بدا اعتصام عشان خاطر موضوع ان في حوار كده عايزين ان رئيس الجمهوريه يجي في فبراير، وبعض النشطاء يعني بيعتصموا يعني. فانا معانا دكتور جمال جبريل، يعني الاستاذ القانون العام في جامعه حلوان. احنا بس هنتكلم معاه في هذا الموضوع، هل يجوز قانونا ولا لا. مساء الخير يا دكتور. اهلا مساء النور. هل النهارده في دعوه النهارده معموله علشان يعني بيطالبوا ان ضروره انتخابات الرئيس ان تكون في قبل فبراير، قبل 11 فبراير او قبل موعد تنحي الرئيس السابق. هل يجوز الانتخابات دي دلوقتي ولا قبل الدستور، قبل ما يتعمل دستور، قبل ما توضع الدستور؟ وهل يجوز ده قانونا ولا لا وفقا للمبادئ الدستوريه؟ هو الحقيقه الاعلان الدستوري يعني في نصوص ضمنيه، الماده 27 اللي بتقول انه رئيس الجمهوريه عشان يرشح اي مرشح لرئاسه لازم ياخد موافقه 30 عضو منتخب من مجلس الشعب او الشورى. وعندي ماده ثانيه ان هو بيحلف اليمين امام مجلس الشعب. دول نصوص ضمنيه بتقول ان لازم البرلمان يكون موجود قبل انتخاب رئيس الجمهوريه. نصوص ضمنيه، ما فيش نص صريح في الاعلان الدستوري بيلزم بوجود البرلمان قبل انتخاب رئيس الجمهورية. لكن هي في إشكالية تانية، ان احنا شكل نظام الحكم لم يحدد في الاعلان الدستوري، والدستور هو اللي هيحدده. الدستور هو اللي هيحدد هناخد بالنظام الرئاسي ولا بالنظام البرلماني. وان كان في نص كده، انا ما اعرفش هل هم كان اللي كاتب النص ده بيقول ان اختصاصات مجلس الشعب التشريع ورقابة الحكومة. رقابة الحكومة دي لا تتأتى الا في النظام البرلماني. في النظام الرئاسي ليس هناك علاقة بين البرلمان والحكومة. البرلمان ليس له حق رقابة الحكومة، وبالمقابل الرئيس ليس له حق حل البرلمان. فيعني انا الحقيقه ده النص ده ما كانش معمول بيه ولا حد ولا لا، يعني انما كان موجود في دستور 71. فيبدو انه نقل من دستور 71 سهوا لما جم يعملوا الاعلان على غفله يعني انما الحقيقه لازم تحديد شكل الحكومه، يعني لازم تحديد شكل نظام الحكم في مصر
قبل انتخاب الرئيس، لان احنا قد لا نحتاج الى انتخابات رئاسيه لو احنا خدنا بالنظام البرلماني والعرف الدستوري في العالم كله، او الاحكام الدستوريه في الدساتير المقارنه بتقول لو النظام برلماني غالبا بيبقى اختيار الرئيس عن طريق البرلمان، لانه ما بيبقالوش سلطات، فلا داعي لاختياره من الشعب يعني. فالحقيقه محتاجين دستور فورا يعني، واعتقد ان مجلس الشعب مش هيطول في وضع الاستاذ تامر امين. يا دكتور جمال ليه بس استفسار من سيادتك؟ اتفضل يا فندم. مساء الخير يا دكتور. اهلا مساء النور. انا طبعا مش هخش مع حضرتك في تفاصيل دستوريه وقانونيه حضرتك اعلم بيها، لكن احنا عايزين وللساده المشاهدين يعني ضعاف الثقافه امثالي في الدستور والقانون، عايزين نحل الحل اللي نعتقد انه يخرجنا من عنق الزجاجه اللي احنا فيها. كثير جدا من المصريين يا دكتور شايفين، انا اسف في الكلمه يعني، ان مجلس الشورى ده يمكن تلافيه، او بالبلدي زي ما بتقال كده ملوش لازمه، وان احنا ممكن نعجل بالانتخابات الرئاسيه مباشره بعد اول اجتماع للبرلمان. وانا بقول لحضرتك من دلوقتي ان مش هيبقى عندنا دوله برلمانيه، هيفضل الرئيس له صلاحيات، بس صلاحيات متوازنه مع صلاحيات البرلمان، لكن فكره جمهوريه برلمانيه مش هتحصل عندنا. فايه الشكل القانوني والدستوري اللي يمشينا في السكه دي بسرعه، علشان المجلس العسكري انا بقول بالبلدي اهو يخلص من الهم اللي هو فيه ده ويرجع الى مهمته الاساسيه، ويبقى عندنا رئيس منتخب ما حدش ساعتها يقدر يقول بم. عايزين نحط الدستور لصالح الوضع السياسي مش العكس. يبقى لازم يعمل تعديل في الاعلان الدستوري، يلغي النصوص المتعلقه بمجلس الشورى ويعدل نصوص اختيار رئيس الجمهوريه، يخلي التوقيع من 30 عضو من مجلس الشعب فقط. تمام. ويلغي كل النصوص المتعلقه بمجلس الشورى ويجري انتخابات الرئاسه فورا. لكن انا بقول لحضرتك، انت حضرتك بتقول لي ان مفيش جمهوريه برلمانيه، لكن الحزب الفائز بالاغلبيه او الظاهر انه هيفوز بالاغلبيه وهو حزب الحريه والعداله. أيوة. بيقول في البرنامج بتاعه صراحة بيتكلم عن الجمهورية البرلمانية، ما جابش اطلاقا سيرة نظام مختلط او نظام رئاسي. فلو الاحزاب دي هتنفذ البرنامج بتاعها نحن قادمون على جمهورية برلمانية. افلح ان صدق يا دكتور، بس انا بقول لك ليس كل ما يقال يحدث، وفي الانتخابات في لعب انتخابية كثيرة، لكن انا مش عارف يعني انا عايز اسال تاني. بقول يا دكتور، هو في كل الاحوال طبعا مش هيتم تعديل دستوري، مش هينفع تاني. واصلا احنا مجلس الشورى لو مجلس الشورى ما عملناش انتخاباته لا يجوز، مش هعرف اعمل اي حاجه بعد كده، لان في الوضع الدستوري مجلس الشورى ليه داخل في كل التركيبه، يعني مجلس الشعب والشورى. ما هو الدكتور قال لازم نحذف بقى كل صلاحيات مجلس الشورى من الاعلان الدستوري. ما انت عشان لو فتحت دي يبقى فتحت باب الجهنم. لو هتخسر 3 اشهر كمان يا استاذ ابراهيم. انا مش بتكلم على الخساره. طب احنا بس ما هو الغاء مجلس الشورى، وارد، بس لازم اعمل تعديل دستوري. أيوة. لان انا مش هقدر اكمل اي خطوه دستوريه ثانيه، هتبقى مخاطره. انا بشكر حضرتك يا دكتور. شكرا دكتور جمال. عندك اشكاليتين كمان يا استاذ ابراهيم. الاشكاليه الاولى ان لو الدستور الجديد اللي اتعمل بعد انتخابات مجلس الشعب والشورى، لو بقى عندنا شورى والدستور الجديد نص على الغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، عارف ايه اللي هيحصل؟ هتفك مجلس الشعب، هترجع المربع صفر. ما هيتفك هو اصله كده هيتفك. بس خلينا نتكلم على الفكه اللي جايه قدام. هتلغي الانتخابات دي لانها قامت على نسبه يعني معنى كده احنا هنشوف 80 مليونيه في الفتره اللي جايه. معنى كلام اقل. مش كده اقل. يعني معنى كده في مليونيه. لكن هي النقطه الثانيه اللي كان بيتكلم فيها الدكتور وانا الحقيقه مختلف شويه فيها، حزب الحريه والعداله اللي هو الذراع السياسي لجماعه الاخوان المقرر، ونعترف انهم ناس في منتهى الذكاء السياسي. نتفق او نختلف على منهجهم وبرنامجهم ده حاجه تانية، بس مهم ان انا وانا بتعامل معاك ابقى محترم ذكائك، بس مختلف معاك ده حاجه تانية. الناس دي عارفه كويس قوي. في منى راد بتقول تحياتي يا استاذ ابراهيم وتحياتي للاستاذ تامر امين، واحب حضرتك يا استاذ بتسال الاستاذ تامر عن سبب عدم ظهوره وما حقيقه القضيه اللي رفعها عليه فتحي سرور، وهل لها علاقه بعدم ظهوره الايام الماضيه ولا ايه، ولا مجرد صدفه؟ لا طبعا تحياتي ليكي، وهي مش صدفه، ومش كمان الموضوع مش زي ما اتنشر. هو اللي نشر النهارده في جريده الاخبار ان فتحي سرور من محبسه في ترى قدم بلاغ للنائب العام مستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد الاعلامي حمدي قنديل وتامر امين والاعلامي تامر امين، علشان قالوا كلام هو شايف ان هو يشوه صورته واعتبره بمثابه سب وقذف.
فلما اتكلمت انا النهارده المكتب بتاع الدكتور فتحي سرور، مكتب شغال، مكتب المحاماه بتاع الدكتور فتحي سرور، فطبعا قالوا لي لا هذا الكلام عالي عن الصحه وانت بره الموضوع تماما، لان احنا سمعنا انت قلت ايه ده مستب وقذف. هو الموضوع مع الاستاذ حمدي قنديل. هو الاستاذ حمدي قنديل في برنامجه كان طلع قال انه وصل اليه مكالمه تم رصدها ما بين الدكتور فتحي سرور والرئيس السابق حسني مبارك. فتحي سرور بيقول فيها لمبارك في السجن، يعني من طرق بيكلم حسني مبارك في المستشفى. يس بيتكلموا شويه عن الصحه والاخبار ومش عارف ايه، وبعدين على لسان الاستاذ حمدي قنديل بيقول ان المكالمه فيها ان الدكتور سرور بيقول للرئيس السابق مبارك اطمن يا ريس البلد هتولع. فالاستاذ حمدي قنديل خد هذا الكلام وقال ان ده معناه ما كانش معاه تسجيل للمكالمه ولا حاجه. لا، ما هو ده اللي انا طلعت قلته في البرنامج، قلت ان انا سمعت الاستاذ حمدي قنديل بيقول كذا كذا كذا، وهذا الكلام في منتهى الخطوره لو صح. فبالتالي عشان يصح لازم الاستاذ حمدي قنديل يقول لنا مصدر هذا الكلام فين. لو عنده تسجيل مكالمه لازم يعلنها، لو حد مصدر عسكري قال له احنا رصدنا المكالمه لازم يقول مين المصدر العسكري علشان يكشفوا عن المكالمه. لكن الكلام ما يتقالش كده على عواهنه لانه في منتهى الخطوره نفيا او اثباتا. مش ده نوع من التهييج. انت ازيك دلوقتي يا زبير؟ ماشي تمام. يا ابني هات الرسائل اللي بتاعت امبارح. النهارده كان في حاجه، كان المحكمه الاداريه العليا، يعني نبعد شويه عن الموضوع ده ندخل في الرياضه بس. انا عارف كان في المحاكم الزمالك بقى له 6 سنين. النهارده ممدوح عباس رجع. فاحنا هنطلب الاستاذ ممدوح عباس دلوقتي في لندن. هو اول عمل عمليه قلب مفتوح من كام يوم وبتماثل للشفاء، والمفروض انه جاي يوم السبت ان شاء الله. ما اعرفش انتوا هتجيبوا لنا الاستاذ ممدوح عباس ولا يا جماعه؟ برضه كان في حاجتين تانيين. رئيس الوزراء الدكتور كمال الوزير عين خالد عبد العزيز لرئاسه المجلس القومي للشباب، في منتهى الصواب، والدكتور عماد البنان رئيس المجلس القومي للرياضه. عايزين نكلمهم برضه لان انا ليا شويه حاجات، وانا اعتقد ان ليك حاجات، انك ليك اهتمامات في الرياضه. لان بيني وبينك يا تامر، هو طبعا التقسيمه دي غلط، وانا كنت عامل مقاله من اسبوعين 3. يعني ما فيش تقسيمه، ما هو لا رياضه بدون شباب ولا شباب بدون رياضه. صحيح. وبعدين التقسيمه ديت انا اول حاجه انا بدافع بيها، انا اول حاجه باخد فيها الشاب اثقله وابتدي اجهزه عشان يبقى مواطن صالح بالرياضه. مظبوط. فاذا لازم يبقى عندي ملاعب رياضه. التقسيمه اللي حصلت دي عملت حاجه غريبه، حاجه غريبه جدا، لانهم خدوا الشباب خدوا مراكز الشباب ولغى منها الانشطه الرياضيه علشان يبقى فيها انشطه شبابيه. وانت عارف الانشطه الشبابيه فيما سبق قد معهد حلوان، واللي هو شويه الحاجات والحفظ والكلام اللي بيتعمل ده. انا النهارده عشان اعلم الشاب السياسه لازم الاول اعلمه من اول الكشافه، ادخله كشافه وادخله حاجات وادخله في العمل العام واعلمه مش عارف ايه، واخليه يلعب رياضه عشان يتعلم التعاون ويتعلم الحب ومش عارف ايه، لغايه سن معين ابتدي بقى اقول له ادخل بقى في الحياه. بس هو يمكن الميزه الوحيده بس يا ابراهيم في ان في مجلس قومي للشباب، ان بقى عندنا جهه دلوقتي المفروض انها هي اللي تكلم بقى الشباب ده. يعني الشباب اللي موجود في الميدان وفي الشوارع وفي البيوت هم الطاقه يعني متوهجه دلوقتي في مصر. يعني لو الانجاز ده حصل، والاستاذ خالد عبد العزيز انا يعني اعرفه شخصيه محترمه جدا وربنا يكون في عونه في الهم الجديد ده، بس لو عرف يحتوي هذا الشباب سواء سياسيا او ثقافيا ويدمجهم رياضيا مع المجلس القومي للرياضه، هيبقى في منتهى النجاح. اصل انا عايز اقول الشباب في واقع الامر مش موجود في حته، الشباب ده موجود في الغيط في الفلاحين، مظبوط. والشباب ده موجود في مصنع، والشباب ده موجود في جامعه، والشباب ده موجود في مدرسه. فانا تفصيلتي الاولانيه هشتغل مع هذه الهيئات عشان يبقى انا ليه؟ لان الشاب بيقعد في الفتره التعليميه بيقعد اكتر، يعني 6 اشهر او 7 اشهر او 8 اشهر في عمليه مثلا تعليميه، بيبقى قاعد هناك 5 6 ساعات. لازم يقول لي ان في 6 ساعات دول حاجه لازم يبقى معايا. انا سيبك من ده، احنا عايزين نتبنى حاجه، يعني حاجه كده نعملها. انت عايز تلم الشباب ده، وانا حضرت ايام ما كان في معسكرات عمل حقيقيه، اتعلمت يعني ايه العمل التطوعي الحقيقي. تمام. ان انا اشتغل لما اموت في وادي النطرون، كنا بنزرع حاجات هناك في معسكرات العمل. ودخلت طبعا الجيش كان حدوته ثانيه في 8 سنين دول، دي حكايه ثانيه. انما انا عايز العمل التطوعي ده. احنا بندور، يعني انا في مشروع بنتكلم فيه اسمه منخفض القطاره. ايوه. هذا المشروع من اواخر، يعني من اوائل 1912 كده، عالم الماني ثم عالم انجليزي ثم ايام جمال عبد الناصر ثم ايام الرئيس السادات ثم في عصر المبارك اتفتح الموضوع ويتقفل. فتح
26,000 كيلو مربع هذا المنخفض. في عالم مصري قاعد في لندن بيستفيدوا منه هناك في توليد الكهرباء من الميه اللي نازله من التل اللي بيدوب في الجبال. شوف شويه ميه صرصور ميه بيطلع منه كهرباء. فبعت لي في مره هذا المشروع هياخد الميه اللي نازله في البحر عند رشيد وياخدها في مواسير من عند رشيد لغايه ما يجيبها وادي النطرون 250 كيلو. منسوب سطح البحر عند رشيد صفر، رشيد على مستوى سطح البحر. كل ما نمشي الارض بتنخفض، فاصبح الميه هتيجي بالمنحدره مش هتعمل. المشروع اللي بتكلم اللي عايز اتكلم معاك فيه وندعو ليه ونحارب لما نعمله، ان خط المواسير ده، المواسير دي بنصنعها في مصر من فضل ربنا، تمام، فبقى صناعه مصريه. طب ما الخمسه كام محافظه اللي عندنا ندي كل محافظه 250 نقسمهم على المحافظات، فكل محافظه هتاخد 15 كيلو 20 كيلو 30. تمام. واعمل مشروع عمل دائم في هذه الفتره لشباب هذه المحافظه، طلبه وفلاحين وعمال وبنات وبتاع، نروح نحفر احنا الكلام ده. القضيه ان احنا لازم شبابنا يعمل حاجه حقيقيه. هذا المشروع لو تم وعملناه نقدر يتم، وهو على فكره سهل جدا. احنا شويه المواسير دولت يبقى اي 2 3 رجال اعمال من الفلوس اللي واخدينها ما بنرجعهاش ديت يدفعوا ثمن المواسير. احنا هنحفر الموضوع. تمام. اصبح النهارده المولدات دي هتيجي هتولد لك كهرباء وبقى عندك ميه حلوه. خلاص بقى عندك ميه وكهرباء تقدر تعمل حاجه. هل يمكن ان احنا نعمل نموذج ان الاعلام، يعني احنا مش بنتنافس، احنا المفروض كلنا في خدمه هذا الوطن، تروس في خدمه الوطن. صحيح. ادي حاجه مثلا بفكر. هي انت عارف بس المشكله فين يا استاذ ابراهيم؟ يعني انا شايف ان كل اللي حضرتك قلته ده هو السهل. الصعب فين؟ واللي كان بيعوق العمل التطوعي زمان ايه؟ افتقاد الشباب دول للثقه. مش واثقين ان جهدهم هيبقى في حاجه حقيقيه، هيبقى في حاجه حقيقيه. لما نتكلم في ده هو ده بقى. ان شباب كتير لما كنا بنتكلم، وانا ايام زمان ايام البيت بيتك لما كنت بقعد مع شباب كتير واقول لهم طيب انتوا بتتكلموا دايما ان احنا عايزين مشروع قومي يلمنا، عايزين حاجه تطلعوا فيها طاقتكم، سواء اللي بيشتغل وعنده وقت فراغ عايز يقدمه هديه للدوله، او العاطل اللي بيقول لحد ما اشتغل ابقى اعمل حاجه منتجه. يعني الملاحظه العامه ان كله بيقول كده، بيقول احنا هنروح نعرق ببلاش، مش عشان فلوس، علشان هم عايزين بالحاجات دي يلهونا، مش عايزين يعملوا حاجه. لا هو دلوقتي عندما نقدم هذا الكلام وبنقول هذا الكلام ونشوف نعمل محافظات ونعمل سباق بين المحافظات مين اللي هيخلص الاول ونعمل هذا الكلام، وفجاه تلاقي انك انت اصلا ممكن تحفر الحفر ده كله في 10 ايام. مظبوط. مثلا يعني صحيح. او في شهر زمن. فتخيل في شهر زمن ركبت المواسير بقى فيه ميه جايه، فانت اصبح النهارده بيتعاقدوا هم يجيبوا المولدات. فتخيل ان كلنا هنشوف النتيجه. مظبوط. عشان كده هي معيار الثقه ده هو اللي لازم. ما هو هيشوفوا، ما احنا بنتكلم يعني انا صحيح. نفسي من الافكار اللي دايما بتجيلنا كلها بنقولها في مره. انا دايما احب اشعبط في حاجه، يعني انا دماغي في المساله دي انسى. لو دقرت في دماغي حاجه، يعني فكره ان احنا الاهرام لما جينا نعمل بطولات الاهرام، كانت فكره ان انا عايز اعمل بطوله قدام الهرم، عايز استفيد من الهرم. فدي مساله صعبه ان بنودها اكتر من 102 بند. يعني 102 بند عايز تعملهم عشان تعمل البطوله دي هنا. هتطلع 5000 واحد وعايز مدرجات وعايز ميه وعايز كهرباء ومش عارف عايز ايه. بس انا اتعملت. نقدر نعمل. مظبوط. نقدر نعمل. متفقين تماما. طب انت احنا عمالين بنتكلم الحكايه ديت ونتشاور عشان تجيبوا لنا التليفونات ولا حد عبرنا. فين يا جماعه؟ هو مش يعني طيب فين ممدوح عباس ولا مش عايز يكلمنا راخر؟ لا اكيد تعبان الراجل، قلبه مفتوح. ما يكون بس الراجل ده راجل محترم، ولو يعني ربنا يشفيه ويرجع للزمالك ممكن يوقف الزمالك على انت عارف ان يعني مشكله الزمالك المجلس عائد وفي استقرار. يعني الهلال الابراهيم الراجل ده انا رايي ده ياخد جايزه الصبر كله يعني في الفتش اللي شافه يا عيني. راجل جميل يعني. طب يا ريت المستشار الهلال الابراهيم والنبي تشوفوه يا جماعه. المهم ان راجع احد اعضاء المجلس اللي جاي عمال بيعيد تشكيله ثانيه لشيل كل الاجهزه الفنيه. انا في نص موسم شيل الاجهزه الفنيه يعني فنيه في اللعبات الثانيه واشيل ده واجيب ده وده. طب ليه؟ يعني دائما في اي حته ابحث عن الاستقرار. صحيح. لا يعني انا بحكي لك ايه سبب، يعني ما هي دي كلها من المشاكل. متفقين تماما. الزمالك ده بشويه استقرار يبقى قد كده 100 مره. النهارده كان في حادثه غريبه، امبارح حصل حادثه غريبه جدا. واحد مهندس راكب عربيته